حلاوة طعامها والرز بالشعرية المعمول بالسمنة البلدي. وعلى فكرة يا جماعة دي مش تريقة على الترند ولا أي حاجة، دي حقيقة فعلا الأكل ده معمول بالسمنة البلدي. وفعلا السمنة البلدي ليها طعم مختلف تماما عن أي سمنة تانية، وخصوصا لما تكون سمنة طبيعي أو زبدة كمان بتبقى أحلى وأحلى. ولو استشرتوا أي دكتور بيفهم هيقول لكم ان استخدام السمنه في البلدي في الاكل صحي جدا 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 وبيحافظ على القلب. ده اولا. ثانيا، لما بطلب من اي عميل انه يبعت لي ديبوزيت او يدفع مقدما، ده كده مش تفضلا منه، وهو مش المفروض يقلق، لا ده حقي انا، لان انا مش المفروض انزل اشتري كل الخامات الغاليه دي والرز اللي وصل لمبلغ وقدره وشعريه مش عارف نوعها ايه وسمنه بلدي وصلت سعرها لكام، وانا اكون مش مطمنه ان فلوسي ممكن تيجي او ما تجيش. حاجه تانية كمان، ممكن اكون مطمنه وكل حاجه بس عايزه استلم فلوسي بدري عشان عايزه اشتري منها الحاجات بتاعه الطلب ده. هو انت يعني مستنيه الفلوس؟ مستنيه الفلوس يا جماعه عشان اشتري طلبات الاكل، مستنيها فعلا. ومن حقي ان انا استلم حاجتي من قبلها واحس بالامان، ما نسيبش الامور للظروف. نيجي وقت الاستلام حضرتك لا مش معاك فلوس، لا حضرتك ما لقيتش مكنه تسحب منها، لا في مشكله في السيستم، لا استلم فلوسي بدري عشان نضمن كل حاجه ونضمن ان كله تمام. ليه نستنى لاخر وقت؟ ليه نستنى لاخر وقت في الامتحان؟ ليه نستنى ليله الامتحان عشان نذاكر؟ ما نخلص كل حاجة بدري بدري وفي وقتها، ونستلم بدري بدري واخد انا فلوسي بدري بدري. ليه نعمل؟ ليه نضغط على بعض؟ يا ريت بس الرسالة تكون وصلت من الموضوع ده، نفهم ده حقي كمان، انا حقي، انا مطبخ بيعمل الحاجة بالطلب. يعني انا عملت شوية الرز دول مخصوص، يعني حضرتك ما تتوقعش كمان انك لو اتأخرت ولا ما استلمتهمش ولا مش غيرت رأيك ومش هتستلمهم ان في حد تاني هياكلهم. لا انسى خالص الموضوع ده. تدفع فلوس الحاجة، والله استلمتها ما استلمتهاش، جيت في ميعادك اتأخرت، دي مشاكل حضرتك الشخصية. في مشاكل عندك في الدفع، ما لقيتش مكنة، تبقى دافع الفلوس من قبلها وضامن الدنيا تبقى تمام.